السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان اليومين دول حر وكده فقلت اجرب حاجات تطلع على الواحد كده وتنفع في الصيف بدل الاكل وكده. قلت اجيب بقى لبن بالشوكولاته ولبن بالفراوله ولبن بالموز يطلع على الواحد كده. فانا النهارده جبت تقريبا كل الانواع اللي في السوق، من لبن بالشوكولاته ولبن بالفراوله ولبن بالموز وتلات اطعمه كده تانيين باللبن برضو. فتعالوا بقى نجربهم كده ونشوف. وبرضو بما ان سعر مزارع دينا غلي فقلت اشوف له بديل كده، هل في بديل ولا لا؟ خلينا بقى نبدا على طول. بس قبل ما نبدا انزل اعمل لايك واشترك في القناه لاول مره تشوفني. متنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. ويلا بينا نبدا. تعالوا بقى نبدأ بأقل عدد في الأنواع. هو لبن بالموز تقريبا في منه 5 شركات. الشركات هم جهينة ولامار والمراعي ودانون وأريا. تعالوا بقى نجربهم واحد واحد كده. نبدأ مثلا بجهينة، طبعا ده الأكثر انتشارا، يعني جهينة موجود في كل مكان. جهينة ميكس لبن بالشوكولاتة وسعره 8 جنيه. ندوق كده بسم الله. طعمه حلو بس هتحس نسبة الموز كده فيه خفيفة، وفيه زي طعم البان كده. أول ما شربته حسيت بطعم البان كده تقريبا بالموز، فتقريبا ده الطعم الصناعي يعني بتاع الموز. ندوقهم بس الأول واحد واحد كده وبعد كده أرتبهم من الأوحش للأحسن. شوف لامار برضو، لامار لبن بالموز والسعر 9 جنيه. بسم الله. هنا بقى نسبة الدسم في اللبن أعلى ونسبة طعم الموز كده أكتر من جهينة، وبرضه السكر سنة كده، فتحس إن كل حاجة مركزة أكتر من جهينة، فتمام شغال يعني. نشوف بقى المراعي ريتس لبن بالشوكولاتة وسعره 7 جنيه. نفتح برضه كده بسم الله. هنا بقى المراعي نفس الدسم بتاع جهينة ولكن بتركيز الطعم بتاع لامار، فهو تقريبا واخد ميكس بين الاتنين، ان هو تركيز طعم الموز والسكر اعلى بس نفس الدسم بتاع جهينة اللي هو اقل من لامار. هنلاقي بقى نشوف دانون لبن بالموز والسعر 7 جنيه. بسم الله. انا فاكر زمان كده كان في دواء بطعم الموز كده كنت بحبه بس كان طعمه دواء يعني، فهو تقريبا ده نفس الطعم فما حبيتوش قوي. ناخد بقى اخر واحد اريا لبن بالموز وسعره 7 جنيه. ندوق كده بسم الله. طعمه خفيف قوي، تحسه اقرب لعصير الموز، تقريبا ما فيهوش لبن يسكر يعني، فبرضه ما حبيتوش قوي. تعالوا بقى نرتبهم كده من الاحسن بالنسبه لي للاوحش. اخر واحد اريا يعني التركيز فيه من كل حاجه ضايع، يعني تركيز اللبن والموز والسكر ضايع، طعمه خفيف قوي. يجي بعده دانجو تقريبا قريب منه، وبعده جاينا ميكس، وتاني واحد المراعي، واول واحد لامار. بصراحه تركيز اللبن والموز والسكر فيه كويس، الدسم بتاع اللبن كده كتير وعامل ميكس حلو، فبصراحه عجبني. ولو هقيمه بالارقام هديله 8 من 10. وبرضه انا بفصل بين كل طعم وطعم بميه عشان برضو الأطعمة ما تدخلش في بعض عشان اقدر اقارن صح. تعالوا بقى نيجي بعد كده للبن بالفراولة اللي لقيته برضو 6 انواع، لامار والمراعي ودانون واريا وجهينة ميكس، وزيادة هنا مزارع دينا لبن بالفراولة. تعالوا برضو ندوقهم واحد واحد. نبدأ مثلا لامار لبن بالفراولة والسعر 8 جنيه. ندوق بقى بسم الله. طعمه حلو بس تحس تركيز الفراولة قليل كده، لكن اللي واضح فيه قوي طعم الدسم بتاع اللبن. ناخد اللي بعده المراعي ريتس لبن بالفراولة وسعره 7 جنيه. ندوق بسم الله. هنا بقى طعم الفراولة كده مركز اكتر واللبن بتاع الدسم اكتر، فلا احسن من لامار بشوية يعني. ناخد دانجو لبن بالفراولة والسعر 9 جنيه. بسم الله. طعمه قريب قوي من المراعي، تقريبا نفس الطعم يعني مفيش اختلاف قوي. ناخد اللي بعده اريا لبن بالفراولة وسعره 7 جنيه. ندوق كده بسم الله. اريا برضه نفس الكلام بتاع الموز باللبن، التركيز فيه ضعيف، تركيز الفراولة وتركيز اللبن فيه ضعيف، فتحسه أقرب لعصير فراولة من اللبن يعني. اللي بعده جهينة ميكس لبن بالفراولة والسعر 8 جنيه. نقول برضه بسم الله. ده بصراحة بقى أحسن واحد فيهم، تركيز اللبن فيه والدسم بتاع اللبن فيه أعلى، وبرضه تركيز الفراولة أعلى كده، فعامل ميكس جميل بصراحة، والسكر مظبوط على الشعر. فهنا بصراحة لا، ميكس أحسن واحد فيهم على عكس الموز باللبن. تعال بقى نشوف أغلى واحد فيهم. هو مزارع دينا لبن بالفراولة وسعره 12 جنيه. طبعا بالنسبة للأنواع التانية خلينا ندوق برضه بسم الله. محبط بصراحة يعني، تركيز الفراولة فيه تقريبا لا يذكر، هو تقريبا لون بس، تحس ان انت بتشرب لبن ولبن من غير سكر يعني، لبن اول ما بينزل كده من الجاموسة. بصراحة طعمه محبط قوي بالنسبة لي. تعالوا برضه اقول لكم الترتيب النهائي. طيب كده الترتيب النهائي بالنسبة لي، اخر واحد مزارع دينا، طعم الفراولة فيه تقريبا مجاش، وعلى سعره كده بصراحة لا، بالنسبة لي يبقى اخر واحد. يجي اللي بعده اريا، نفس المشكلة بتاعت الموز باللبن، تركيز التلات حاجات فيه ضعيف يعني، الفراولة واللبن والسكر تقريبا تركيزهم ضعيف، فتحس ان هو زي ما قلت لكم اقرب للعصير. يجوا بعدهم لامار، وبعد كده دانجو والمراعي، تقريبا الاتنين زي بعض، لو انت شربتهم مع بعض كده ما تحسش ان في فرق. واحسن واحد بالنسبه لي جهينة ميكس، الدسم فيه عالي كده والفراوله مظبوطه والسكر مظبوط، بصراحه الميكس حلو. فلو هقيم جهينة ميكس لبن بالفراوله هديله 9 من 10. نيجي بقى للي انا شخصيا مستنيه المقارنه ديت بالذات، اللي انا عامل عشانها الفيديو، ان انا اشوف بديل لبن بالشوكولاته المزارع دينا. يعني انا بصراحه بالنسبه لي كان اختياري الاول المراعي ريتس وبعد كده جهينة ميكس، لو ما لقيتش المراعي. عمري ما جربت مزارع دينا لبن بالشوكولاته
بالشوكولاته بس كنت بسمع عنه خير دايما وبيقولوا ان هو كويس، فتعالوا بقى نجربهم كده ونشوف هل هو كويس فعلا، ولو كويس ممكن نشوف بديل ليه ولا لا. تعالوا بقى نبدا اول حاجه بدانجو لبن بالشوكولاته وسعره 9 جنيه. يا رب بقى تبقى بدايه مبشره، انا بحب يعني اللبن بالشوكولاته ومش عارف ليه هما بيقولوا للاطفال بس، يعني تقريبا معظم الكبار بيشتروه، فخلينا نجرب دانون كده. بسم الله. طعم الشوكولاته مركز فيه، تحسها شوكولاته دارك كده، فبصراحه بدايه مبشره، بس مش هنعرف يعني الباقي لما نجرب. نيجي للي بعده اريا لبن بالشوكولاته. شايفين الحجم هنا صغير ازاي؟ تقريبا سعرها 6 جنيه او 5 جنيه حاجه زي كده. دوق بقى. بسم الله. بصراحة المقارنة هنا بالذات صعبة أوي، يعني تقريبا أول اتنين طعمهم متشابه لأقصى درجة، بس يعني لو اختلفنا في حاجة كده هنرجع ندوق تاني. بس خلينا نجرب المراعي الأول. المراعي تريتس لبن بالشوكولاتة والسعر 7 جنيه. بسم الله. طلع خفيف قوي عما كنت اتخيل، بصراحه كنت بحبه قوي بس طلع فيه حاجات اتقل منه. هنا بقى فايده المقارنه، يعني لما بتبقى متعود على حاجه وتيجي تقارنها بحاجه تانية بيظهر بقى الاختلافات. طبعا بقى نشوف اغلى حاجه في الحلقه دي كلها، هيلسي لبن بالشوكولاته. سعرها لوحدها كده 17 جنيه، فبصراحه لو طلعت وحشه هزعل قوي. زي مزارع دينا كده لبن بالفراوله زعلت. خلينا ندوق بقى. بسم الله. قريبة قوي من دانون واريا، فبرضه هستنى كده لما نشوف الباقي. تعالوا بقى نجرب الاشهر على الاطلاق جهينة ميكس. السعر 8 جنيه. ندوق كده. بسم الله. برضه خفيف زي المراعي، تقريبا قريبين من بعض، فتقريبا يعني كده الواحد كان مخدوع. تعالوا نجرب لامار لبن بالشوكولاته والسعر 8 جنيه. ندوق كده. بسم الله. هنا بقى طعم الشوكولاته مختلف، هو تقريبا نفس التركيز بتاع جهينة والمراعي، يعني التركيز مش قوي بس طعم الشوكولاته نفسه كده مختلف. تعالوا بقى نجرب اخر واحد، مزارع دينا، ان انا اول مره اجربه فيا رب بقى يطلع حلو. مزارع دينا لبن بالشوكولاته وسعره 15 جنيه. بسم الله. طعمه حلو بس حاسس برضه ان تركيز الشوكولاته كده مش قوي، هما تقريبا كلهم كده قريبين من بعض، فالمقارنه بصراحه بالنسبه لي صعبه قوي. بس تعالوا كده بنرتبهم من الاخر للاول نشوف كده. يعني اخر حاجه بالنسبه لي المراعي وتريتس، وده حاجه غريبه بالنسبه لي، التركيز بتاعهم كده قليل وتقريبا الاتنين زي بعض، بس انا هحط ميكس في الاخر والمراعي في الاول لان المراعي كده التركيز اعلى حاجه بسيطه. يجي بعدهم لامار، التركيز تقريبا زي المراعي بس طعم الشوكولاته مختلف، فخليه المركز التالت من تحت. الاربعه دول بقى اللي انا محتار فيهم بصراحه، يعني مش عارف اقارن قوي، فاجربهم تاني كده. نشوف دانجو كده. بسم الله. اهو بس بق ميه عشان اعرف ادوق صح. ناخد اريا كده. بسم الله. والله الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض، بس تقريبا اريا كده التركيز بتاعها اقل سنه، فهخلي كده اريا المركز الرابع ودانجو المركز التالت. تعال نشوف بقى هيلسي مع مزارع دينا كده. هنشوف. ناخد هيلسي. بسم الله. ناخد مزارع دينا كده. بسم الله. لا بصراحة جامد، مزارع دينا جامد بصراحة. طيب انا هخلي هيلث كده التالت ودانجو التاني ومزارع دينا اول واحد. بصراحة طعمه حلو جدا، اتفاجئت بيه وبصراحة كلام الناس عنه حلو. فكده الترتيب بالنسبة لي جهينة ميكس، المراعي، لامار، اريا، هيلسي، دانون، واول واحد مزارع دينا. ولو هقيمه بالارقام هياخد 9 من 10. فانا اظن يعني ان احسن بديل موجود دلوقتي هو دانون بسعر 9 جنيه، بس لو انت معاك ال6 جنيه زيادة دول لا هات مزارع دينا، على حسب بقى انت معاك فلوس ولا معاكش فلوس. تعال نشوف بقى اخر 3 حاجات معانا تقريبا يعني ملهمش منافس في السوق. اول واحد جهينة ميكس لبن بالفانيليا، وتاني واحد جهينة ميكس لبن بالكراميل، وتالت واحد لامار لبن بالكوكيز والكريم. تعال نشوف كده جهينة ميكس لبن بالفانيليا وسعره 8 جنيه. طعمه حلو جدا، طعمه قريب للصوبيا، حسيت ان انا بشرب صوبيا كده، يعني هو قريب للصوبيا سكر زياده، فاللي ما بيحبش السكر قوي بصراحه ما يجربوش لان هو السكر فيه عالي. فلو هقيمه بالارقام هديله 6 من 10. نيجي لتاني واحد جهينة ميكس لبن بالكراميل، سعره برضو 8 جنيه. ندوق كده. بسم الله. تحس ان اول ما بتشربه كده ان انت بتشرب كراميل محروق شويه كده، فبصراحه لا يعني ما عجبنيش قوي، فلو اقيمه الارقام هديله 5 من 10. ناخد بقى اخر حاجه في الحلقه، لامار لبن بالكوكيز والكريم وسعره 8 جنيه. ندوق كده. بسم الله. طعمه حلو، طعم الكوكيز كده واضحه فيه، تحس ان انت بتاكل كوكيز فعلا، بس برضه عندي مشكله معاه ان السكر كتير. يعني انا في اعتقادي لو انت عامل ميكس مثلا كوكيز او كريم او فانيليا او كده ما تزودش السكر عشان طعم الحاجه اللي انت حاططها المفروض يبان فيه، فطعم السكر بيبوظ الطعم، فبرضه عندي مشكله معاه في السكر بصراحه. فلو اقيمه بالارقام هديه 6 من 10. تعال بقى ننهي الفيديو. وبس في الاخر انا اتبسطت بالتجربه، يعني كان نفسي الاقي بديل كده لمزارع دينا زي ما انتوا عايزين، واتفاجئت برضو ان المراعي تريتس وجهينة ميكس لبن بالشوكولاته مش احسن حاجه، يعني في حاجات احسن منهم. فاتمنى يعني يكون اتبسطتوا بالفيديو. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني، ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. وبس كده.
سلام.